السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتحدث عن آخر أخبار لاعبين الخضر وعن موعد مباراة الجزائر للمحليين القادمة. الخبر الأول: اهتمام برتغالي بمحمد أمين عمورة. أكدت تقارير إعلامية برتغالية أن نادي بنفيكا يضع النجم الجزائري محمد أمين عمورة ضمن دائرة اهتماماته. صحيفة ريكورد أشارت إلى أن عمورة لاعب فولفسبورغ الألماني لفت أنظار إدارة النادي بقدراته العالية، معتبرة إياه حلاً مثالياً لتعزيز الخط الأمامي، خاصة وأنه قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي. وبحسب نفس المصدر فإن بنفيكا مستعد لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو للحصول على خدماته. الخبر الثاني: ريس بولهي يعود إلى البطولة الوطنية. في تطور مفاجئ، أعلنت إدارة ترجي مستغانم عن التعاقد مع الحارس الدولي الجزائري رئيس وهاب بولهي ليعود بذلك إلى أجواء المنافسة بعد موسم كامل دون فريق. النادي اكتفى بالإعلان عن الصفقة دون كشف تفاصيل العقد، لكن عودة بولهي جاءت بعد تجربة غير موفقة مع شباب بالوزداد، وهو الآن أمام فرصة جديدة لإبراز إمكانياته في البطولة الوطنية. وقد شارك الحارس المخضرم بالفعل في أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد استعدادا للموسم الكروي القادم. الخبر الثالث: سفيان فيغولي في تجربة جديدة في العراق. رسم اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان فيغولي انتقاله إلى نادي أمانة بغداد العراقي ليخوض تجربة جديدة في مشواره الاحترافي. فيغولي أعرب في تصريحاته عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفريق، مؤكدا عزمه على تقديم موسم مميز وإسعاد جماهير النادي. النجم الأسبق لعدة أندية أوروبية يستعد لبدء منافسات الموسم الجديد في الدوري العراقي الممتاز. الخبر الرابع: المنتخب المحلي يستأنف تدريباته استعدادا لغينيا. استأنف المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب مجيد بوغرا تدريباته تحضيرا لمواجهة غينيا في الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان. المنتخب استفاد من يوم راحة أمس قبل أن يدخل أجواء التحضيرات للمباراة المرتقبة يوم الجمعة القادم على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا بداية من 8 مساء بتوقيت الجزائر. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، ما تنساش تدير لايك للفيديو واشتراك في قناة ليصلك كل جديد.